يا جماعة، هو احنا وصل بينا الدرجة اللي احنا بقينا نحسده بعض على الدكاترة اللي احنا بنروحوها. يعني انت رايحة عند دكتور، تعرفي اللي انت دلوقتي يعني خايفة على نفسك لما تكوني تعبانة ورايحة عند دكتور كويس. بالله عليكي ما تقوليش. هتقولي لي معقول هو في حد دلوقتي بيحسد حد؟ والله العظيم ثلاثة. الناس دلوقتي بتحسد بعضها، اللي راحت لدكتور غالي واللي راحت لدكتور رخيص. بقينا نبص لبعض في كده. يعني انا دلوقتي مريضة وراحة لدكتور عشان انا خاطر حالتي صعبة، فراحة لدكتور غالي. الدكاترة كلهم بقوا غاليين، فانا راحة لدكتور. فاعرف مثلا من حد ان حد بيقول دي راحت لدكتور كشفه قد كده، مش احنا اللي بنروحوا لاي دكتور. يعني دلوقتي حتى الدكاترة بقى فيها حسد. هو انا رايحة لدكتور غالي وهي اللي رايحة لدكتور غالي مش هتموت، واللي رايحة لدكتور رخيص هتموت؟ ايه يا جماعة، ده احنا بقينا يعني والله العظيم يعني وصلنا لدرجة وحشة جدا، وحشة جدا. الناس دلوقتي بتبص لبعضها في الدكاترة. الدكاترة، انت رايحة للدكتور، هو انت رايحة تتفسحي؟ رايحة للدكتور هنبص لبعضنا في الدكتور النضيف والدكتور اللي كشفه بسيط. ربنا يرحمنا برحمته بجد والله. عشان خاطر بقينا دلوقتي في زمن صعب جدا. الناس كلها باصه لعيشه بعض، والناس كلها باصه في كل حاجه بصراحه. اهو يعني على اخر الزمن ما كانش يعني فيه الكلام دوت خالص، ان احنا نبصوا اللي راح دكتور غالي وراح دكتور رخيص. وفي النهايه احنا رايحين كلنا المرض واحد، ورايحين عند دكتور كذا او دكتور كذا. فعايزه اقول لكم يا جماعه، يعني في الفيديو دوت عايزه اوصل لكم. يعني هقول لكم ايه؟ بالله عليكم لما يكون حد راح للدكتور يكون كشفه غالي شويه، ما يقولش، لان انت هتبقى رايح تتعالج وتتحسد في نفس الوقت.